مساء الخير، معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي، وهكلمكم في الفيديو ده عن عمليات تجميل الثدي. عمليات تجميل الثدي بتسأل عنها كتير، سواء من حالات في العيادة أو بيجيلي استفسارات منها كتير على الصفحة. إذا كان حالات عملت اوريدي وبتسأل عن بعض الأعراض الجانبية أو المشاكل اللي حصلت بعد إجراء الجراحة، أو حالات بتفكر وخايفة تاخد القرار نظرا لأن في كلام كتير قوي بيتقال على السوشيال ميديا وعلى النت ممكن يخوف الحالات من إنها تاخد خطوة إجراء عمليات تكبير الثدي أو تصغير الثدي. هتكلم في الاول عن عمليات تكبير الثدي، وهي بتتم عن طريق السيليكون، وممكن يكون معاه شد او رفع للثدي، وممكن كل واحده من دول تتم لوحدها على حسب الحجم وعلى حسب درجه نزول الثدي لتحت او هبوط الثدي، ودي بتفرق في درجه الشد او الرفع واذا كنت هستخدم سيليكون بس او لا. السيليكون امن، ملوش دعوه بالسرطان خالص. احنا اصلا بنستخدم السيليكون في عمليات اعاده البناء للحالات اللي اوريدي جالها اورام خبيثه في الثدي، فبالتالي هو امن جدا. كان زمان في بعض الانواع من السيليكون اللي هي السيليكون المحبب او التكستشرد سيليكون، وده كان ارتبط شويه ببعض الحالات البيتا سيل لينفوما او حالات اورام الغدد الليمفاويه، لكن النوع ده ما بقاش موجود دلوقتي. احنا بنستخدم حاجه اسمها السموث سيليكون او السيليكون الناعم، وده ملوش اي ارتباطات باي نوع من انواع الاورام. نقطة تانية في عمليات تكبير الثدي، العمليات دي بتتعمل على سن معين، ما ينفعش اعمل عملية تكبير ثدي بالسيليكون في تحت سن 18، لان الثدي لسه ما بيبقاش وصل لكامل النمو بتاعه. بتبقى بنات كتير حابه تعمل عمليات التكبير وبيبقى سنهم اقل من 18 سنه. احنا لا نفضل ان احنا نعمل عمليات تكبير الثدي بالسيليكون تحت سن ال 18. سؤال تاني بتسأله كتير، اذا كان لما اعمل سيليكون هقدر ارضع بعد كده او لا. السيليكون بيتم تركيبه تحت النسيج بتاع الثدي او تحت العضله بتاعه الصدر اللي هي البيكتراليس ماسل، فبالتالي ما بيبقاش فيه اي لخبطه او اي تغيير في التكوين الاناتوميكال او التكوين التشريحي للثدي، وبالتالي بنقدر نرضع عادي خالص بعد عمليات التكبير. وكمان لازم اقول ان ما ينفعش نعمل العمليات دي اثناء الحمل او الرضاعه، لازم بنستنى خالص نخلص كل الحمل والرضاعه بتاعنا وبعدين نقدر نعمل عمليات التجميل بطريقه امنه، لان الثدي اوريدي كده كده بيتغير، لكن لو حصل حمل ورضاعه بعد هذه العمليات بيتغير من الشكل تماما، وممكن ما بقاش راضيه او الطريقه التجميليه او الشكل النهائي للثدي بعد الحمل والرضاعه وهو اتحط له سيليكون ما بيبقاش مرضي، واضطر اعمل عمليه شد او رفع مره تانية او اغير مقاس السيليكون بعد العمليات دي. فبنفضل ان احنا بعد ما نخلص الحمل والرضاعه نقدر نعمل عمليات التكبير او التصغير براحتنا. تاني شق بقى في عمليات التجميل هو التصغير. تصغير الثدي برضو عملية آمنة زي السيليكون، بنحتاجها كتير في سيدات ملهاش علاقة بالسن، وممكن تكون الاحتياج ليها احتياج علاجي، لأن حجم الثدي الكبير أو المترهل جامد جدا ده ممكن يعمل تقل على الفقرات وعلى الكتف ويسبب آلام بالظهر ويسبب أوجاع كبيرة جدا، وبيبقى هو الحل العلاجي الوحيد للآلام ديت. يعني العملية دي مش شرط تبقى عملية تجميلية بحتة. وعكس السيليكون والتكبير، عمليات تصغير الثدي بتعمل خلل في البناء التشريحي للثدي، وبالتالي ما بنقدرش نعمل يحصل رضاعة طبيعية بعد ما نعمل عمليات التصغير. في اي حالة اي سيدة هتعمل عملية تصغير ثدي لازم تبقى عارفة انها مش هتقدر ترضع بعد كده، لان التكوين بتاع الثدي اختلف. هي عملية آمنة، عملية يومية هي وتركيب السيليكون، ما بيتقعدش فيها في المستشفى كتير، اثارها الجانبيه قليله جدا، مش هتخرج عن ان لا قدر الله يحصل التهاب في الجروح، ودي بنقدر ان شاء الله بنتغاضى عنها عن طريق ان احنا بناخد انتيبيوتكس، والتعيين بيبقى تعيين جيد، وبتبقى في اغلب الحالات النتائج مرضيه جدا سواء التكبير او التصغير، واغلب الحالات مش بتندم انها عملت العمليات ديت. يا رب اكون جاوبت على اسئله كتير، وتابعوني في فيديوهات تانية كتير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لليوتيوب والتيك توك، واشوفكم على خير.